روحنا؟ روحنا. يا اهلا وسهلا، فيني فضول كم ممكن احصل لو سقت تاكسي في 24 ساعة، وعشان تقدر تكون حرفيا في 24 ساعة بشاركها مع صاحب الهيثم. بنوزع الادوار، نقسم الساعات عشان بالضبط وحرفيا نسوق في 24 ساعة. 24 ساعة. 24 ساعة. جاهز؟ ليتس جو، قدها ان شاء الله. ان شاء الله، ليتس جو والله. زيني طلعت الشنطة خليتها داخل الاخر. وصح كاميرتنا. نسيتها شت كواليس. شوف هيك مستحيل اللقطة. نخليهم ها؟ زين الهيثم. اوكي. وش استراتيجية؟ اوكي. دام انك صار لك ما شاء الله فترة. الله يبارك ويرزقنا ان شاء الله قبل كل حاجة. باذن الله. توكل على ربنا. الله عليك. وان شاء الله تكون تجربة حلوة. باذن الله. علي وعليك. اليوم بنتكس في ولاية مسقط، والخطة ان نركز الطريق ما بين برج الصحوة الى روي ذهابا وايابا. وين؟ دارست. دارسيد. دارست. انجز؟ انجز كم تقريبا؟ ريالين 800. 20 ريال ونص. ريالين 800 حبيبي انجز ترى. في يعني انا ريتش داخل كذا عادي. تعال تفضل. اول زبون. اول زبون على بركة الله. تسولف معه؟ عندك؟ ها مالك ما تقدمك. شو علوم؟ معلومة على السريع، سيارتنا تكفي ل3 ركاب، وعادة ننتظر لما كل مقاعد تمتلئ بعدين نتحرك أو نركبهم في الطريق، بس إذا الراكب الأول قال إنجاز يعني بيدفع لكل مقاعد ونطلع على طول. عندك يعني بعض النقاط اللي تتركز فيها التكاسي. او انه خلاص الناس عامه يعرفوا ان هذا هنا المكان اللي انا ممكن احصل فيه تاكسي. ايوه. فعندك القصور بشكل عام، عندك الاشارات، الدواوير هذيلا. طبعا انت كصاحب تاكسي ايوه. ما تقول لي راح اتكس وانت رايح الشارع السريع. ما يصير يعني ما حد هناك. هناك. فدائما تروح الطرق الداخليه. ايوه. لان هي اللي فيها الحركه اكثر. عرفت كيف الفكره؟ هذا واحد. يلا. صيده صيده. السلام عليكم. على وين؟ تفضل. يوه. عقب خبره لا خبره تسأله حتى بكم. خبره. لا تسأله. على طول. فاهم بعدين ها؟ ايوه. كيف حالك صديق؟ برابر؟ من وين؟ باكستان. بنغلاديش. حلو حلو. حلو يعني علم جديد. عالم جديد. علم جديد. أول توصيلة كانت بقيمة 300. والله صديق شكرا عبس عمان. والحمد لله بدت الحركة وبدينا نستقبل زباين أكثر. تحية. وادي علي. بيته. تقريبا مرت ساعة. تقريبا 40 دقيقة 50 دقيقة. ايوه. وعندنا تقريبا 4 عملاء في الساعة. هل هذه بداية جميلة؟ هذه تعتبر بدايه موفقه. والله؟ ايوه الحمد لله. الحمد لله. بدايه موفقه. هذا كم؟ المفروض 400. طبعا الحارث الحين يسوي ماسك المالية. حسابات المالية. شو كان بص؟ خلاص تو اعطانا هذا بارك الله. 400 حالنا، اعطانا نص ريال، رجعت له 100. رجعت له 100 خلاص حساباتك مضبوطة. خبره في البزنس. كنت ابيع سندويشات في المدرسة. انصح لاستاذ كم سنة؟ ما اقدر اقول لك كم سنة بالضبط، لان انا اتكس يعني على حسب المود، متى ما حسيت نفسي فاضي ايوه. اطلع اتكس. هذا 3. شكرا احسنت. ما أعرف. متى بديت تنزل؟ بعد كورونا كذا 21. يعطيك العافية. جميعا الله يحفظك. احسنت. وش اللي خلاك؟ كان معاي اجازة صيفية طويلة، فقلت خليني اشوف وش الاشياء اللي ممكن انا استغل فيها وقتي. مع السلامة. يا شيخ مع السلامه. شفت انه مع الوالد تاكسي، قلت له با من بكره عند التاكسي. قال لي يا ولدي التاكسي يبالها يعني صبر ويبالها كذا ومدري ويش. اعطاني محاضره، قلت له عادي نقرب، انا كيف اتعلم؟ لازم اقرب. هيز فيمس باي ذا واي. نحن ما حصلنا زبون، حصلنا سبسكرايبر. كانت الفتره الاولى يعني ما هذاك اللي يدخل بالعافيه حل بتروله ويرجع. أيوه. بس اني كنت فرحان لازم تقرب. انه تجربه جديده. ايوه. قاس اقرب، قاس استغل وقتي في النهايه. عليك. ايش رايك تصوت؟ والله تم. والله تم. خله. بعد 3 ساعات بدينا التجربة الحقيقية ودخلت في المود. أنا شلت برك صحوة، بعدين تكسي هناك تسيب داعي. وأيضا تعلمت مصطلحات التكاسي. وش يعني عبريه الحارث؟ اللي ناخذ اللي خاطف في طريق. عبريه او الشخص اللي يركب معانا اللي يبغى تاكسي. بعد ساعات من التعب الهيثم ضبطنا بتمر. لازم قوت يومك. بس هذا من الحسبة ولا ما من الحسبة؟ لا هذا من عنده. ما يستوي يا أخي. الله خيرك. يعطيك العافية.
بنحطه من الحسبة يا أخي. لا لا ما يستوي. دقيق ما قاس عازم. هذا شيء ما محسوب. بس ترى احنا مسترينا من الحسبة الحين. لا طبعا هذا أقول لك إنه لازم ندخل في الحسبة. انت بتخسر عمرك شكلك واجد. ترى شوف ما نشتريناته نحن. هذا شيء انت عادي تقدر تجيبه انت كصاحب تاكسي. تقدر تجيب اشياء من البيت ترى. وش فيك التجربة؟ بعد نقاش ومحاولة إقناع استمرت لنص ساعة وصلنا لهذا الحل. الفكرة ان انا جايب لنا من البيت فما صارف عليه شيء، فالحارث عنده وجهة نظر مختلفة ان ترى انت كيف جبت هذا الشيء؟ انك انت مشتري هذا الشيء بفلوس التاكسي، فاقنعني يعني نوعا ما. ايوه فهذا الفكرة ان احنا 24 ساعة مصاريفنا ودخلنا كلها في 24 ساعة. فالحين سعره 300 تكون رايح منه النص. نحسبها 150 150 خلاص 150. فنحسب ان اشترينا هذا التمر 150 150 بيسة. النقص من لا من ميزانية تو يجي ذاك الساوند اللي بعدها قررنا ناخذ بريك الصلاة ونحسب فلوسنا عشان نعرف كم نحط ميزانية الغداء. مجددا هدفنا من هذه التجربة كم ممكن نطلع صافي الأرباح في 24 ساعة. 6 ريال 400. زين كيف تحسب الحسبة كم تقدر تصرف مرة ثانية؟ أنا أتبع هذا النظام بشكل عام يعني حتى ما هنا قسمة 33 33 33 حدنا ريالين. عندنا ريالين لويش عشان غدا؟ غدا كذا تمشي أمورنا. اوكي. تغدينا سندويشات وصرفنا. بعد الغداء عندنا تحديين لازم نسويهم في هذه التجربة. التحدي الأول لازم أطلع من تاكسي وأحاول أقنع ناس نوصلهم. يعني انت تضطر كصاحب تاكسي انك انت تنزل تكلم الشخص اللي جاينك، تكلمه وين رايح. احيانا تحتاج انك تفهمه هو وين وش باغي بالضبط. احيانا حتى هو يكون محتار ما عارف وين يروح، فانت بدورك تساعده. التحدي الثاني نقرب برامج التوصيل عشان نشوف لو أصحاب التكاسي حقيقي يستفيدوا منها ولا لا. حاليا فروي مقابل اوكي سنتر، بس ننتظر شخصين زياده علشان نتحرك. هذه منطقه التكاسي هنا، تو لازم نشوف لنا اشخاص. لعبتي يلا عشان حبيت، لكن حبيت. وش؟ الساعة؟ لا ما الساعه. وش؟ تكسيفة. ايوه خلاص نسلك الحين. خلاص تاكسي. خلاص يعني خبره. جاي واحد. وين خبرة؟ غدا سفوك سفوني. أخليك معي في الوظيفة. شلوه عنك. الموضوع طلع واجد صعب، طولنا واجد لين ما نحصل شخص زيادة وباقي مقعد واحد. نروح خلاص. تعبت؟ ما تعبت بس الوقت. نحن ما نضيع تجربة الزباين اللي معنا. اوف يا ساتر. ما ينتظروا واجد يعني الأول خلال قايل لك يلا روح رجعه. خلها تو ايوه يلا ما في مشكله. بسم الله. الحلو في التاكسي انك انت بتقابل واجد ناس. يعني واحدة من الاشياء اللي واجد احبها ان انا امارس اللغة مع الاشخاص اللي ركبوا معي. How many years you have been here? واتعلم لغة جديدة. الهندية مثلا تعلمتها من التاكسي. ولو انها اشياء بسيطة بس انها تساعدك في التواصل على الاقل. الارقام مثلا، تسعيرات الفلوس، دو، تين، شار، بعدين سات. دس صحيح؟ صح؟ هيك هيك دو، تين، شار، بات، شي، سات، هات، نو، دس. حاول ده. بعد ما وصلنا كل الزباين بالاخص الزبون الاول انتقلنا للبرنامج. توجه إلى موقع العميل. وصلنا عند الزبون عند العميل لكن ما عجبه لان في حد في السياره لان احنا اثنين. في البرنامج الزبون لما يحجز المقاعد الثلاثه اللي ورا وايضا المقعد الامامي، فاحتمال نكنسل فكره البرنامج. مو طيبه لان ما نقدر يعني على الشارع. وصلنا كم زبون واذن علينا المغرب وقال الوقت ان ناخذ بريكنا الثاني. اول شيء يبغى لنا العشاء بيتزا. فعليكم كيف حالك؟ شي دل؟ هذا المطعم أعطانا مسالة دقائق بدل دال ومجانا. بعد ما صاحب المطعم عرف عن التحدي وقرر يدعمنا، فزوروه لأن أكله لذيذ ولأن دعمنا وأيضا لأنه يستاهل. موقعهم في محطة نفط عمان الجامع الأكبر. والله على راحتك. تاكسي. صح المعلومية، اليوم يوم الثلاثاء
نص الأسبوع. الأيام لعب ندور يعني. وعلى حظنا ليالي مسقط جدا هادية. هذا نقطة إن نحاول نعبي السيارة بس إذا تأخرنا ينقصوا الزباين فنعيد نعبي مرة ثانية. وعدد الزباين ينعدوا بالأصابع خلال ساعات. اتفقنا إن أنا باخذ قيلولة إن شاء الله على أساس نبدل الأدوار. كل واحد خذ قيلولته، وسبحان الله قبل الفجر حصلت زبون. معنا أول زبون اليوم. What's your name? Shabul Hamid. Nice to meet you. Yeah, welcome. Thank you very much for this night. Thank you. Thank you. Thanks. باقي 4 ساعات. 24 ساعة. 4 ساعات تخيل. عاد خلاص. عاد. بدينا يومنا بشغف وحاولنا نوصل أكبر عدد ممكن. يا ربع باقي ساعة. وصلنا آخر زبون I'm doing this my first day. First day. Yes. ولما عرف إن هذا أول يوم حالي أعطاني عيدية. ال 24 ساعة الماضية كانت تجربة لا تنسى. اكتشفت إن التاكسي أعمق من مجرد توصيل. قابل ناس لأول مرة وتصيروا أصحاب على طول. التاكسي يعلم الصبر ويعلم مهارة التواصل وكيف تتجاوز حاجز اللغة، وتعلمك أشياء كثيرة. لكن ما بطول عليكم لأن الحين قاعد الدور كم طلعنا في 24 ساعة. 0.5. 0.5. يلا. أنا معي أنت معي. زين. أولى حرفيا الساعة 8 15 دقيقة. اوكي خبرني. هي. انا الحين 8 14 دقيقة ترى. هي. حتى 7 ريال. 9 ريال. 16 ريال. 16 ريال توتل مع الأكل مع البترول. الفايدة. بترول غدا عشاء. متحلف انك متوقع. والله ما توقعت نوصل 16 والله. يا عمي الحارس قال 7 ريال. 7 ريال والله. ما توقعت. 7 ريال بالضبط هنا؟ 7 ريال بالضبط. 9 ريال بالضبط. وصلنا لنهاية المقطع. كيف يعني؟ خلاص هذا النهاية.